النهارده إن شاء الله هاعمل معاكم فطار أول يوم رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. أول حاجة كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعًا آسفة على صوتي عشان البرد. أول حاجة كده في الوصفات بتاعتنا النهارده، جبت حلة وحطيت فيها شوية من الزيت، فرمت 3 بصلات، فرم كده ناعم ما يكونش خشن أوي، ونزلت بيهم كده في الزيت لحد أمّا يدبلوا، نزلت عليهم بقرن فلفل أخضر وقرن فلفل أحمر. الفلفل ده كان حار. أشوّح كده الفلفل مع البصل لحد أمّا يدبل، وبعد كده نزلت عليه بمعلقتين صلصة مُعلبة، هادّي لها كده تشويحة، وبعد كده نزلت بكيس صلصة وهادّي على النار لحد أمّا الصلصة تفُك كويس، وبعد كده هننزل بالبهارات، خدت 7 بهارات، خدت فلفل أسمر وكزبرة وكمون وملح، وإحنا طبعًا هنا بنعمل الخلطة بتاعة المحشي. الصلصة كده طبعًا فكّت كويس، هاقلّب بقى البهارات، وبعد كده هاكون غاسلة الرز بتاعي، ولازم يكون الرز ناشف عشان ما يكونش فيه مَيّة، وتحطيه كده على الصلصة يروح الرز مميمي معاكِ كده ويكون في مَيّة، لازم يكون الرز مغسول وناشف، وهاقلّبه كده، وبعد كده هانزل عليه بالخضار شبت وكزبرة، برضه الشبت والكزبرة بتاعِك يكون مغسول وناشف، كل حاجة تكون ناشفة عشان الخلطة تكون ناشفة كده معاكِ ومتماسكة. عفوًا. هنا بقى جبت الحلة اللي هاحشي فيها، حطيت فيها ورق شبت وكزبرة كده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده فرشت بورق أخضر، حابة بقى تفرشي بصل، طماطم، فلفل، دي حاجة ترجع لِك أنتِ. شايفين بقى اللون بتاع الرز عامل إزاي، ما شاء الله الخلطة كانت جميلة جدًا. هابدأ بقى ألِف المحشي زي ما أنتم شايفين، طبعًا هالِف وأنا واقفة مش هياخد معايا وقت، الكرنب طبعًا ما سلقتوش معاكم، لإن الورق كان متفرّز، فخرّجته من الفريزر كده وشطفته، حطيته في مصفى وسِبته يصفّي كل المَيّة اللي فيه. ألِف المحشي طبعًا كلّه بنفس الطريقة زي ما أنتم شايفين كده. لو عجبتِك الوصفة ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعّلي الجرس عشان يوصلِك كل الفيديوهات الجديدة. خلاص زي ما أنتم شايفين كده، كده خلاص خلّصت المحشي، هاغطّي عليه طبعًا وهنشوف هنعمل إيه تاني. هاعمل التتبيلة بتاعة الفراخ، هنا الفراخ أنا كنت غاسلاها وشايلة الجلد بتاعها وعامل فيها فتحات زي ما أنتم شايفين. الفراخ دي هنعملها فراخ تِكّة. بعد كده هنا جِبت علبة زبادي، العلبة التانية كان فيها معلقة صغيرة كده فحطيتها، وهانزل بقى بالبهارات، خدت الأول معلقة كبيرة من التوم ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، دي عشان معلقة صغيرة. حطيت شوية من الخل وشوية من الزيت، وحطيت ملح، وهانزل بقى بالبهارات، حطيت بابريكا وفلفل أسمر وكمون وكزبرة وكركم، وحطيت زعتر، والزعتر هنا أساسي في الخلطة بتاع الفراخ التكة. وبعد كده عصرت ليمونتين، وهاقلب كده الخلطة كويس مع بعض، هازودها كمان معلقة من الخل. وهنا خلاص دي خلطة الفراخ التكة. هاجيب الفراخ بقى وهاقلّبها كويس في التتبيلة دي وهاسيبها ساعتين، والأفضل إنِّك تعمليها من بالليل، كل ما بتسيبيها في الخلطة بتدّي معاكِ طعم أحلى. خلاص هنا بقى هاقلّبها كويس، وبعد كده هاغطّيها ببلاستيك راب وهاسيبها لمدة ساعتين. هنا بقى جِبت حلة على النار، حطيت فيها فصين من المستكة وعود من القرفة وورق لورا وحبهان وبصل وطماطم، ونزلت كده بالبطة أشوّحها، أشوّحها طبعًا على كل الاتجاهات لحد أمّا تاخد كده لون من كل الاتجاهات، وبعد كده هانزل عليها بمَيّة مغلية في الكاتل. لمّا تيجي تعملي فراخ أو لحمة أو بَط أو أي حاجة زوّدي المَيّة بتاعتِك تكون سخنة، لإنِّك لو حطيتِ مَيّة ساقعة هتبطّأ معاكِ التسوية. زوّدت كده وهاغطّي عليها لحد أمّا تاخد غلوتين كده، هاقلبها كل ما تغلي شوية هاقلبها على الجهة التانية. جِبت حلة كده حطيت فيها شوية من الزيت، قطّعت مكعبات صغيرة من اللحمة. هنا بقى هاعمل بامية، حطيت عليها البهارات بتاعتها فلفل أسمر و7 بهارات، وحطيت ورق لورا. هابدأ أشوّح اللحمة كده، وبعد كده هانزل عليها ببصلاية ومعلقة من الصلصة. هندّي للبصل كده تشويحة مع اللحمة لحد أمّا يبدأ يدبل بس كده خفيف، وبعد كده نزلت بمعلقة من التوم، ونزلت كده بكيس صلصة، زوّدت كده شوية مَيّة صغيّرين كده عشان الصلصة تفُك،
وهغطي عليها كده واسيبها تغلي مع اللحمه كده شويه لحد ما تبدا اللحمه في التسويه. هنا بقى اكون شوحت الباميه. طبعا الباميه عشان متفرزه لازم اعمل معاها التشويحه ديت، بتدي لها ريحه وطعم حلو. خدت شويه كده من الزيت وبعد كده هنزل بالباميه. طبعا زي ما قلت لكم الباميه المتفرزه بشوحها، لكن لو طازه ما بشوحهاش، بغسلها وبنزل بيها كده في الصلصه بتاعتها على طول. هنا بقى هديت النار وسبت اللحمه مع الطماطم لحد ما اللحمه تدخل كده في التسويه. جبت الباميه بقى وهشوحها زي ما انتم شايفين. الباميه دي عندي طبعا من السنه اللي فاتت مش من السنه دي، وشايفين ما شاء الله برضو كانت جميله ما فيش فيها اي حاجه. مجرد ما بتحطيها على النار كده بتروح فكه، ما تكسرهاش بمعلقه ولا حاجه عشان ما تتهريش معاكي. هقلبها كده تقلبتين وهنزل عليها بمعلقه من الثوم. والثوم اللي هتشوحي بيه الباميه هيدي لها ريحه تحفه، هتكون جميله جدا. بتختلف طبعا عن ما بتخرجها من الفريزر من الكيس وتفضيها. جربي كده تشوحيها بمعلقه زيت ومعلقه ثوم. خلاص كده الباميه بتاعتنا جهزت، حطيتها على الصلصه. وبعد كده جبت الفراخ بعد ما سبتها ساعتين كده في التتبيله، رصيتها كده في صينيه زي ما انتم شايفين وهغطيها بورق فويل وهدخلها الفرن. هحطها على الرف اللي في النص كده نص ساعة، وبعد كده اشيل الفويل من عليها وتكمل التسوية بتاعتها. هنا طبعا البطة كانت استوت، زودتها ملح. والبامية خلاص زي ما انتم شايفين برضو استوت. شيلها كده واعمل لها الطشة بتاعتها. جربي كده تعملي الطشة للبامية بتدي برضو ريحة معاكي حلوة قوي. حطيت شوية من الزيت ومعلقة من التوم، هقلبهم كده كويس. مجرد ما بياخدوا لون هنزل على البامية زي ما انتم شايفين. خلاص كده تمام. شايفين اللون بتاعها ما شاء الله كان عامل ازاي. وهنا بقى المحشي جبته كده حطيت عليه مصفى وبدأت أحط عليه من الشوربة بتاعة البطة. وحطيت المصفى كده عشان أصفي لو طماطم أو فلفل أسمر أو ورق لورا أو حاجة. حطيت كده على الوش غطا وهبدأ أغطيه وأولع عليه النار وأسيبه لحد ما يتشرب المية بتاعته. أروح مهديه عليه النار لحد ما يستوي. هنا بقى جبت حلة حطيت فيها شوية زيت. وجبت بصلاية هشوح البصلاية كده تشويح بسيط. هنزل عليها بمعلقتين كبار من السكر. وحطيت هنا عودين من القرفة وحطيت قرنفل وكبابة صيني. وهبدأ أشوح البهارات كده تطلع الزيوت العطرية بتاعتها. ونزلت هنا بمعلقة كبيرة من الكركم أو معلقتين صغيرين. وبعد كده حطيت معلقة من صلصة الطماطم. شوح كل الكلام ده طبعا مع بعض. وهنا كنت غاسلة كيلو من الرز البسمتي. هديله تشويحة كده وبعد كده هحط له ملح. وهنزل عليه بمية من الكتل. كل كوباية رز بتاخد معاكي كوبايتين من كل كوباية رز بتاخد معاكي كوبايتين من المية. تبع نوع الرز بتاعك، وفي رز بسمتي ما بياخدش كوبايتين المية، بتحط له كوباية ونص تبع الرز بتاعك. شوف الرز بتاعك بياخد مية قد ايه، لكن معروف ان الرز البسمتي بيتحط له كل كوباية رز كوبايتين من المية. هنا بقى انا ما كنتش معايره ميه ولا حاجه. انا كنت غاليه الميه في الكتل ونزلت على الرز زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وطبعا هسيب الرز لحد ما ينشف ويتشرب الميه بتاعته. هنا بقى كنت فارمه اللحمه عند الجزار، حاطه معاه بس بصلايه وفلفل اسمر وملح للكفته. ما بحطش بهارات اكتر من كده عشان ما تغيرش طعم اللحم. وبعد كده هنصبع الكفته زي ما انتم شايفين. وهحطها في صينيه وهدخلها الفرن برضو واغطيها بورقه فويل. وبعد ربع ساعه كده بشيل الفويل من عليها واسيبها تاخد اللون. السمبوسه طبعا كنت عاملاها في فيديو معاكم قبل كده حشياها. احمر كده شويه صغيرين مش كتير يعني ولا حاجه. مجرد ما بتاخد لون بقلبها على الجهة التانية. لما بتكوني طبعا حاشية السمبوسة وحطاها في مفرزاها، بتسهل عليك انك تخرجيها بس تحمريها وقت الفطار. خلاص قلبتها زي ما انتم شايفين كده، شايفين اللون بتاعها عامل ازاي. حطيتها على مصفى عشان تصفي اي زيوت. بعد كده فضيت الرز زي ما انتم شايفين. الفراخ طبعا خرجتها من الفرن كانت ما شاء الله لونها تحفة جدا، شايفين اللون بتاعها عامل ازاي. الكفتة هنا برضو كانت استوت وكنت فضيت المحشي. بس طبعا الفيديو عشان مضغوط في المونتاج فبتحسي ان في لقطات حاجات كده ناقصة معاكي. شايفين برضو خرجت الكفتة وحطيت سمبوسة. وبدأت ارص الصواني زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا بقول لكم تاني اسفة على صوتي.
فضّيت المحشي طبعًا وكنت حمّرت البَط وعملت سلطة وعملت مخلِّل وعملت العصاير، ودي كانت وصفة النهارده، إن شاء الله تجرّبوها وربنا يحسن ما بين إيديكم، وكل سنة وأنتم طيبين، واشوفكم في وصفة جديدة على خير ومع السلامة.